عملنا كمية فطاير النهاردة يا جماعة من 2 كيلو دقيق. عملنا كمية بصوا رهيبة ما شاء الله تبارك الله. الكمية دي 2 كيلو من الدقيق، تمام زي ما انتم شايفين كده. عملنا كمية ما شاء الله تبارك الله، كذا حاجة كذا تشكيلة من نفس العجينة، تمام. هنا معايا 2 كيلو من الدقيق، معلقة ونص من الخميرة الفورية، معلقة من البيكنج باودر، 4 معالق من السكر، تمام. ايه تاني؟ ورشة من الملح، تمام كده زي ما انتم شايفين كل حاجة قدام حضراتكم اهيت. لو انت عايزاه مسكرة شوية ممكن تضيفي 6 معالق من السكر، تمام. انما لو هتحشيها زي احنا محشيناها مع بعض كده فكفاية 3 معالق من السكر، تمام، لان احنا حاشينها. آه فما ينفعش ان تبقى حادق وحلو مع بعض في نفس الوقت، تمام. فطاير حادقة دي زي ما انتم شايفين كده. العجينة بتاعتي في الصيف طبعا ما بتاخدش وقت خالص خالص، هتاخد معاكي من نص ساعة بصي مش ازيد من نص ساعة، تمام. عجنت العجينة بتاعتي كلها وشربت الدقيق بتاعي بالمية، بصوا من غير لبن من غير بيض من غير اي حاجة خالص، بشوية زيت بس. هتعملي كمية فطار بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العجينة بتاعتي اهيت بعد ما عجناها وضفنا عليها كمان نص كوبايه من الزيت ل2 كيلو من الدقيق. يعني ال2 كيلو دقيق واخدين معلقه ونص من الخميره، معلقه من البيكنج باودر، 4 معالق من السكر، ونص كوبايه من الزيت، وميه دافيه للعجين. في الوقت اللي احنا في الصيف اللي احنا فيه ده العجينه مش هتاخد وقت خالص في الخمره، تمام. سبتها لحد ما ترتاح وبعد كده كورتها وبعد كده ارتاحت كمان، ودي الحشوه بتاعتي. وبدات ان انا اشكل فيها زي ما انا عايزه، تمام. بصوا هنا انا عملت كذا شكل، تمام زي ما انتم شايفين كده. بصوا العجينه بتاعتي انا عملت لها كذا شكل. عملت اللي هو الشكل ده، وبدات ان انا افتح كده فتحات بالسكينه بتاعتي بس ما وصلهاش للاخر، بعمل فتحات كده. يعني عملت اشكال كتير، يعني من 2 كيلو ما شاء الله تبارك الله عملنا اشكال كتير جدا جدا. وكل اللي اكل منها عجبته قوي، طالعه شكلها حلو قوي قوي. وبدات ان انا الفها كده زي ما انتم شايفين. وبعد ما بلفها بجيب الطرف بتاعها بقفل عليه كده جامد، علشان لما هتخمر هتنفش معاكي فما تفتحش منك وكده. والحرف اللي انا خمرتها اللي انا لميتها منه، الحرف الطرف الاخير ده بحطها على الصينيه مدهونه زيت كده على الطرف ده، عشان لما تخمر يبقى الحرف تحت، عشان لو فتحت يبقى ده الحرف تحت ما تفتحش ايه كتير. بصوا هنا الكميه بتاعتي ده، عملت عيش اللي هو الكايزر شويه كده في الصينيه، تمام. وعملت اللي هو الفطاير التانية المحشيه دي، الفطاير دي كلها محشيه، ممكن تحشيها اي حشوه عندك زي ما تحبي. ممكن تحشيها تونه، ممكن تحشيها بيض قصدي بسطرمه بيض. ممكن تحشيها صدق، ممكن تحشيها لحمه معصجه. وكان معايا بقى معلقتين من العسل على معلقتين من اللبن كده. وبدأنا بقى ندهن الوش من فوق كده، بيديها لون حلو قوي قوي. بصوا ورشه سمسم بقى من فوق. بصوا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله عملنا كميه، بصوا عملنا اشكال كتير قوي قوي، يعني 2 كيلو ما شاء الله تبارك الله. هنفتح مخبز يا جماعه. طلع حلو قوي قوي. بصوا فتحات دي اللي هي المحشيه، فانا كنت بقى ايه بعلمها يعني وكده عشان ما يتوهوش في بعض وكده. فانا عملت محشيه وعملت ساده وعملت محشيه بالفراخ وعملت محشيه باللحمه وعملت محشيه بالجبنه. فعشان كل حاجه كنت محدداها يعني ايه لها شكل معين، علشان يبقى ايه يبقى بتبقى معروفه تمام. وسبتها لما خمرت وبعد كده طلعت باللون الرهيب ده. ما خدتش ربع ساعه في الفرن على درجه حراره 200. اول ما تستوي من تحت هتشغلها الشوايه من فوق. مش لو اتحمرت واحده او كده ما تشغليش الشوايه. بصوا اللون بتاعها رهيب يا جماعه، مع شاي باللبن تبقى حلوه جدا جدا جدا.